ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم معاكم على موضوع مهم جدا، وهو ازاي تبطل سجاير. انا اسمي روبير وبعمل فيديوز عن حاجات كتير قوي الصراحه، فاعمل سبسكرايب وشوف انا هعمل ايه. يعني نتكلم بقى على موضوع السجاير. اول حاجه انا مش دكتور، بس انا اكتشفت طريقه حلوه ان انا ابطل بيها سجاير، فعايز اشاركها معاكم النهارده. اول خطوه لازم تعمل شيفت في دماغك ان الموضوع مش صعب وان الموضوع سهل، عشان لو بتقول الموضوع صعب هيبقى صعب، ولو الموضوع سهل هيبقى سهل، ودي حرب نفسيه في الاخر ودي هتسهل عليك الدنيا قوي. فدي خطوه ممكن تحس ان هي مش مهمه قوي، بس صدقني مهمه قوي. في طريقتين ان انت ممكن تبطل سجاير. اول طريقه ان انت تبطل مره واحده وتقطع خالص، ودي ما بتنفعش مع اغلبيه الناس. انا هتكلم النهارده على الطريقه التانية اللي هو بتقلل واحده واحده، بس في حاجه معينه لازم تعملها عشان تقلل واحده واحده، مش اي حاجه كده وخلاص. اول حاجه انت لازم تعد انت بتشرب كام سيجاره في اليوم. خلينا نتخيل انت بتشرب 15 سيجاره في اليوم، ده الافريج الناس بتشربه من 10 ل 15. فهنقول ان هم 15. في ال 15 دول انت هتشيل واحده بس الصبح، اللي هي بتاعت الصبح مش بتاعت بالليل، وده علشان اثبتوا علميا ان انت بالليل بتاخد قرارات اوحش من الصبح. فلما تيجي تشيل السيجاره هتشيل السيجاره بتاعت الصبح، وهتفضل كده مش مده يوم مش مده يومين، لغايه لما تحس ان انت خلاص السيجاره بتاعت الصبح دي مش محتاجها. لو مثلا بتصحى الصبح تشرب السيجاره دي، خلاص امنعها. هي ممكن تكون صعبه شويه الصراحه، بس في الاخر برضو مش صعبه قوي، يعني علشان في واحده تانية جايه بعديها وفي 14 واحده جايين بعديها، فالموضوع مش صعب قوي. هتفضل كده لغايه لما تحس ان هي خلاص، وبعد كده تشيل واحده تانية. برضو في التانية دي اقعد كتير براحتك خالص، بس 14 سيجاره في اليوم مهما حصل ما تزودش عنهم. ممكن تقلل بس يعني عادي، لو عايز تشربهم اشربهم، وبعد كده هتشيل واحده ورا التانية ورا التالتة لغايه لما نوصل لواحده في الاخر اللي هي هتبقى بالليل مش هتبقى الصبح. ان انت تمسك نفسك طول اليوم من ان تشرب سيجاره اسهل ان انت تشرب سيجاره الصبح وبعد كده تقع تاني تشرب سيجاره بالليل. واهم حاجه تاخد وقتك في الموضوع ده، علشان هي هابت، هي عاده، مش مره واحده، لا هو تعود. النيكوتين اللي في جسمك بيطلع بعديها باسبوع اصلا، فده مش حوار قوي. يعني لما تبطل سجاير ما تعدش انت بطلت سجاير بقالك كام يوم، وما تنزلش ابلكيشن الموضوع، وما تكتبش اي حاجه. بطل سجاير خلاص، هي دي حياتك. انت دلوقتي شخص غير مدخن، دي شخصيتك، مش حاجه بتعملها وممكن تقع فيها. وممكن تقع على فكره، عادي جدا ان انت تقع في يوم. اهم حاجه في الحوار ده كله ان انت ما تبطلش تبطل، يعني ما تفشلش في ان انت تبطل، لا بطل وقول للناس، والناس هيقولوا لك ايه ده انت قلت انت هتبطل وما بطلتش. حاول تبطل تاني وحاول تاني بطريقة تانية، ممكن تنفع معاك الطريقة الاولى، ممكن تنفع معاك الطريقة اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. اهم حاجة ما تبطلش ان انت تبطل. ولما تبطل هيجيلك وقت ضعف بقى، هيجيلك وقت ضعف كده، ده كده هيجي، يعني ما فيهوش كلام. هتقول طب ما هو انا بطلت، انا بقالي كويس شهرين 3 مبطل وبتاع، هي سجارة وما فيش حاجة وانا بقيت عندي سيلف كنترول. لا خالص. بطل، امسك نفسك الحتة دي. اول ما تعدي الحتة دي خلاص، يعني الموضوع هيبقى سهل قوي قوي قوي. وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس تحت بقالكم قد ايه بتشربوا سجاير، وفعلا عايزين تبطلوا ولا بس بتتفرجوا على الفيديو ده وخلاص. شكرا جدا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم في الفيديو الجاي.